زي ما انت شايف يا قلب اخوك، النسخة فيها مميزات تانية بجانب الزراير الموجودة في النسخة. زي مثلا ان انت تخفي كل الشتات من النسخة، وانك كمان يكون في ظاهر تذكر الايفون. وموجود كمان من اهم الزراير الموجودة والزراير الجديدة، انك تقدر انك تسجل ريكورد لو حد بيتكلم مكالمة مع حد. تمام، انك دلوقتي لما تيجي مثلا حد بيتصل عليك او حد بيرن عليك وانت عايز تسجل ريكورد لحد، ما بتعرفش انك تسجل طول ما في مكالمة شغالة. ولكن لو اصبح انك مفعل الزرار ده، خلاص هتقدر انك تسجل ريكورد تاني بدون اي مشاكل، بجانب طبعا انك معاك الفيك ادمن وتوثيق الارقام وكل حاجة شغالة، بجانب كمان ان انت تعمل اعادة توجيه لاكتر من 40 شخص. لو عايز تشوف باقي مميزات النسخة يا كمل رجل مع باقي. أنت تثرثر كثيرا. السلام عليكم يا اخواتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما، صحة وسعادة وفي احسن حال يا رب العالمين. طبعا فكرة فيديو النهاردة هو عن نسختي انا ومحمد كريم ام واتساب فيرجن 1، الاصدار الاول من نسخ واتساب ام. حرفيا يا شباب النسخة دي بمميزات عظمة جدا، ده اول اصدار من النسخة ديت. عايز بس قبل ما ندخل في الشرح افهمكم النسخة او سلسلة اصدارات النسخة ديت هتكون ماشية عبارة عن ايه. باذن الله طبعا النسخة ديت هتبقى بحزمة ثابتة ام واتساب. اي نسخة بعد كده هتيجي تثبتها، هتثبت النسخة الاصدار الجديد على الاصدار اللي معاك من غير ما تمسح النسخة او من غير ما الشتات تتحذف. فاصبح الموضوع سهل جدا. ولو انت حابب انك تتابع السلسلة ديت او الاصدار دوت من النسخ دي، هتعرف انك تثبت كل اصدار جديد على النسخة اللي معاك من غير ما الشتات تطير. تمام. النسخة باللون الازرق زي ما انت شايف باللوجو المميز الجديد ده، وكمان النسخة فيها مميزات عظمة جدا هنشوفها مع بعض دلوقتي. بس قبل ما نبدأ في الشرح ما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا. طبعا لما بتيجي تفتح النسخة بالشكل ده يا حبيب اخوك، بتفتح معاك بالشكل ده. النسخة طبعا اول ما فتحت خدت بالك من ميزة توثيق الارقام، لان النسخة فيها زراير كتير جدا 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 هنشوفها مع بعض. بس زي ما انت شايف دي شكل الشتات او دي الواجهة عموما بتاعت النسخة. هتلاقي طبعا الواجهة من تحت بالشكل دوت، وشكلها مميز جدا، وكمان متعربة تعريب كامل انك تعرف كل حاجة. والناس برضو اللي بتحب النسخة انجليش هتلاقي جوه البرايفسي او الخصوصية كل حاجة موجودة جوه بالانجليزي والعربي. تمام. وطبعا تغييرك للغة فدي حاجة ترجع لك انت من داخل الاعدادات. فطبعا زي ما انت شايف ده بيكون شكل الشتات او المكان بتاع الشتات، وده بيكون المكان بتاع الرومات، وده بيكون المكان بتاع الكول، وده بيكون مكان المجتمعات او الكوميونيتي، وكمان دي اخر حاجة الستوري. تمام. فطبعا زي ما انت شايف الواجهة مفيهاش اي مشكلة، او النسخة عموما مفيهاش اي مشكلة. لو دخلنا طبعا من داخل الشات، فالنسخة ده شكل الشات الاساسي بتاعها، ده مش سيم ولا اي حاجة، هي النسخة فعلا بالشكل ده. يعني انت ان شاء الله يا حبيب قلبي هتثبت النسخة هتلاقيها بالشكل ده. ولكن طبعا لازم تاخد بالك ان النسخة بباسورد، فلازم انك تتابع معايا الفيديو للنهاية علشان الباسورد هيطلع لك في اي دقيقة من الفيديو، موجودة هنا على الشاشة، هيتكتب قدامك على الشاشة، فلازم تاخد بالك من الباسورد. فطبعا ده كمان شكل الايموجي بتاع النسخة، هتلاقي فيه منه شوية ايفون وشوية عادي، ولكن انت هتلاقي اهم الحاجات اللي انت بتحتاجها في الايموجي بتاع الايفون زي القلب الناري والقلب الضمادة وغيرهم من بعض الايموجي اللي انت هتحتاجها. معاك كمان هنا تذكر علشان لو حابب تتعامل بيه برضو موجود. وطبعا زي ما انت شايف ان النسخة متعربة تعريب كامل من جوه الشات ومن بره كمان الشات. طبعا لو ضغطت هنا على الثلاث نقط قدامك كل حاجة انت محتاجها عموما، اذا كانت الخصوصية او التواصل مع المطورين، وهتلاقي هنا قنوات اليوتيوب بتاعت المطورين تقدر تشترك فيهم وتتابعهم، علشان القناتين دول هما اللي هينزلوا باذن الله الاصدارات بتاعت النسخ. وكمان معاك هنا الاضافات والمميزات اللي شغلنا كله فيها، والكلام الباقي ده كله معروف. ترستر النسخة، ترسل رقم مش متسجل، رسائل مجدولة، رد تلقائي، رسالة للجروبات، تعمل جروب جديد، بي سي جديد، هابي مسج اللي هي الرسائل المميزة بالنجمة، وفي الاخر الاعدادات العادية جدا اللي احنا كلنا عارفينها. طبعا لو جينا ضغطنا هنا على الاضافات والمميزات بالشكل ده، هتلاقي النسخة فتحت معاك شكل المود اللي احنا متعودين عليه وشكل المود اللي احنا عارفينه تماما بدون اي مشاكل. طبعا في هنا صورة البروفايل بتاعتك،
لو ضغطت هنا على كلمة واتساب هتوديك على الاعدادات بتاعة بروفايلك، ان انت تغير صورة البروفايل، ان انت تحط مثلا بايو جديد، تحط اسم جديد، اي حاجة. تمام. وهتلاقي برضو طبعا كل حاجة متعربة وكل حاجة جاهزة قدامك. وهنا طبعا كل المميزات اللي انت هتحتاجها نضغط عليها بالشكل ده. فطبعا معاك هنا الزراير بتاعة الفيروس، مميزات جديدة، مشاهدات فيك للستيت، كلين كاش، تفييك الريكوردات، وبرضو تواصل مع المطورين كشكل تاني. لو ضغطت هنا التواصل مع المطورين، هنا هتلاقي الرقم بتاعي واتساب، وهنا هتلاقي الجروب بتاع المتابعين واتساب. اما هنا ان شاء الله فانت هتلاقي القناة بتاعت محمد كريم المطور التاني اللي معايا. فطبعا لو ضغطنا على الزراير هنا كل حاجة تتخيلها. فطبعا احنا عارفين ان في مشاكل حاصلة في الاصدارات الجديدة من قصة ان انت تركب ملف بسرعة، ولكن النسخة اصلا ما بتهنكش من اي حاجة حرفيا، لا ضغط مسجات ولا حتى من اي حاجة تانية. تمام. فانت قدامك الزراير من كل الانواع، هتلاقي الدنيا زي الفل. تمام. فانت اهم الزراير كده كده اصلا النسخة مفكوكة يدوي، متظبطة ومتشفرة يدوي علشان مفيش اي حاجة تأثر فيها. ومعاك كمان بقية الزراير ديت هتشتغل معاك شغل كويس جدا جدا جدا، فما تشغلش بالك بأي حاجة. اما هنا دي بقى المميزات اللي احنا كنا بنتكلم عليها في اول الفيديو، انك معاك ارسال المسج بسرعة، اعادة توجيه وتصفية الروم كله، وانك كمان فيك ادمن وتوثيق الارقام. ودي من اهم المميزات اللي انت بتحتاجها في نسختك. وعندك طبعا هنا كلين كاش، لو انت تليفونك من اندرويد 10 الاقل بتقدر تعمل كلين كاش، ولو تليفونك من اندرويد 11 لاكتر بتعرف تعمل كلين كاش عشان تخلي النسخة بتاعتك مساحتها كويسة وفي نفس الوقت ما تهنكش التليفون بتاعك. ومعاك طبعا هنا كمان تفييك الريكوردات، تعرف تبعت الريكوردات بالساعات، بالثواني، بالدقايق. معاك كل الزراير شغالة وما فيهاش اي مشكلة حرفيا. وطبعا لو ضغطنا هنا بقى على الافكتات والمؤثرات هتلاقي هنا ان عندك حركة 3D، واللي هي حركة الليست فيو اللي هي حركة الشتات من بره وحركة الشتات من جوه. وعندك اخر حاجة وهي تساقط التلج. فانت عندك 4 اضافات من اهم 4 اضافات انت بتحتاجهم عموما في نسختك العادية جدا لو انت محتاج نسخة فيها مميزات وفيها اضافات. فالنسخة طبعا ما فيهاش اي مشكلة تماما، كل حاجة موجودة فيها ما فيهاش اي مشكلة حرفيا. تمام. وطبعا زي ما انا وريتك النسخة كواجهة شكلها عامل ازاي. النسخة بلون الازرق، النسخة هتحملها برابط مباشر من قناتي على التليجرام. وكده احنا وصلنا لاخر حاجة طبعا في النسخة. وطبعا حابب اعرفك ان النسخة فيها ميزة الاد اكونت، انك تضيف اكتر من اكونت، تحط اكتر من رقم على نفس النسخة. وطبعا ميزة قطع النت، وانك تعمل النسخة دارك او لايت. وطبعا هنا دي السيرش والصور عادي جدا. وكده احنا وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، لايك وشير على الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن. قدم لكم الفيديو من السفاح.